السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ انا عبد الله حمدان، الحلقه ال 11 من حلقات فرونت سيستم ديزاين بالعربي. الحلقه دي ان شاء الله هنكمل كلامنا على السيستم ديزاين. هنتكلم اكتر على الباجينيشن تكنيكس. عامه كلنا قابلنا مواقف ان احنا اشتغلنا على بروجكتس او اشتغلنا على بيجز اضطرينا نعرض فيها داتا جايه من باك اند. الداتا دي بقى سواء كانت داتا جايه من نتيجه سيرش ريزلتس، الراجل بيعمل سيرش معين وبنطلع له الريزلتس بتاعته، او تيبل او لسته معينه من اليوزرز او لسته معينه من البلوجز. في الاخر احنا بنطلع داتا. اوقات كتيره بنقابل ان احنا كل الداتا اللي بتجيلنا دي بنعرضها زي ما هي، بغض النظر عن حجم الداتا اللي راجع، سواء بقى الداتا دي راجعه 100 ايتم، 20 ايتم، 1000 ايتم، احنا بنعرض الداتا وخلاص. فمشكله الموضوع ده ان هو احنا بنبدا البروجكت او بيبدا الليست او بيبدا البيج نفسها بتعرض ايتم صغيره، بتعرض لسه صغيره. ولكن مع الوقت كل ما الداتا بتكبر كل ما بتلاقي البيج دي بقت ابطا، كل ما بتلاقي فيه مشاكل وكومبلينز كتير عن البيج بطيئه، كل ما بتلاقي ان البيج التعامل معاها من ناحيه اليوزر صعب جدا. وبرضه نفس الكلام من ناحيه التكنيكال سايد، انك تعرض الداتا دي وتعرض الليسته بتاعتها وتاكد ان البرفورمانس بتاع البيج كويس، بتعمل لك مشاكل. فدايما الموضوع بيحصل ان احنا عندنا كلاينت، عندنا الفرونت اند بيكلم الباك اند يقول له السلام عليكم انا عايز ليست من الداتا بتاعتي، والباك اند بيرد عليه ان هو خد دي كل الداتا اللي عندي، او دي كل الداتا بتاعت اليوزرز، او دي كل الليست بتاعت البلوجز، او دي كل السيرش ريزلتس اللي راجعه لي. المشكله هنا الاساسيه في الداتا، احنا بيرجع لنا الداتا كلها. فالفكره ان التعامل مع الداتا الكبيره دي بتعمل مشكله كبيره، ان انت كل بقى التفاصيل اللي بنتكلم عليها محتاج تنقل داتا كتير على النتورك، محتاج الداتا دي تبقى بتعملها بروسيسنج، سواء في الباك اند لو بتعمل بري بروسيسنج، او في الفرونت اند بتعملها فورماتنج وبتظبطها، او محتاجه تعرض حاجات معينه. الحاجات دي كلها عباره عن elements محطوطه في الدوم بالنسبه للفرونت اند، او حتى لو مش كلها في الدوم فهي في الاخر ستيت جوه الكلاينت سايد محتاج تعملها مانجمنت. وبتلاقي ان الاب بتاعك او البيج بتاعتك او السكشن بتاعتك الميموري اللي بتاخدها عماله تزيد مع الوقت. وهنا تيجي فكره الباجينيشن. الباجينيشن ببساطه هو فكرته ان احنا ليه نعرض الداتا دي كلها، وهل اليوزر فعلا هيشوف الداتا دي كلها؟ لو انا عندي 1000 يوزر ولا 1000 بلوج بوست ولا 1000 سيرش ريزلت، هل اليوزر هيشوف الحاجات دي كلها؟ غالبا لا، او يعني الاجابه لا. وبالتالي احنا مش محتاجين نعرض الداتا دي كلها، وبالتالي مش محتاجين اصلا نجيب الداتا دي كلها. فالفكره الاساسيه احنا بنحاول نتكلم عليها في باجينيشن ان بدل ما اتعامل مع حجم الداتا الكبير ده، طب ما تيجي نقسم الداتا دي لتشانكس صغيره. تعال نقسمها لجروب صغيره، والجروب ده هو يمثل الجزء الاصغر اللي اليوزر، او الاصغر جزء يقدر اليوزر فعلا يتعامل معاه، ويقدر اليوزر يعني يستفيد منه ان هو يشوفه ويبدا ينتراكت معاه. ولو احتاج حاجه جديده، لو احتاج الليسته جديده، محتاج التشانك جديده، محتاج الجزء التاني، نبدا ببساطه نجيب له الداتا دي بناء على احتياجاته، مش بناء على افتراض مننا ان الداتا دي كلها هتلود جوه الفرونت اند، او الفرونت اند هيريكوستها، وبالتالي اللود برضو من ناحيه فرونت اند وباك اند ما يبقاش كبير. فدي الفكره الاساسيه من باجينيشن. الفكره الاساسيه من باجينيشن هي خطوات بناخدها بنحاول فيها نقسم الداتا دي من كونها داتا كبيره جدا انتو تشانكس صغيره، سهل نعملها فيتشنج من ناحيه الباك اند، اللود على باك اند يبقى اقل، النتورك ترانسفير والداتا اللي بتتنقل على النتورك دي تبقى طبعا اقل، الفرونت اند في التعامل معاه سواء الداتا اللي بيحتاج يعرضها او الداتا اللي بيحتاج يستورها عنده برضه بتبقى اقل. فدي الفكره الاساسيه من الباجينيشن. طبعا زي ما كنا بنقول في مميزات كتيره بتيجي مع فكره ان احنا نقسم الداتا دي. اول حاجه السيرفر لود، زي ما كنا بنتكلم لو السيرفر بيعمل بير بروسيسنج في الاول خلاص ده اتشال. الناحيه التانيه الداتا كلها بدل ما تنقل على نتورك 1000 و2000 ايتم، لا انا بنقل تشونكس صغيره، وبالتالي النتورك ترانسفير والترافيك على النتورك بيبقى طبعا اقل بكتير. الناحيه التانيه في الفرونت اند، انا بدل ما انا عندي مستور جوه البيج او جوه السكشن او جوه الميموري بتاعت فرونت اند 1000 و2000 و3000 و5000 ايتم، انا عندي بس 10 او عندي 20 او عندي تشونك صغيره مقارنه بالحجم الداتا الكبير. والناحيه التانيه كل ما الداتا بتبقى عندك كفرونت اند، لو فاكرين البرفورمانس سيريز قلنا ان الداتا او الميموري جزء كبير جدا من مشاكل البرفورمانس اللي عندك جوه الاب. وبالتالي كل ما الميموري تقل، كل ما الريسبونسفنس والاستجابه بتاعه البيج بتاعتك تبقى اسرع، وبالتالي هتلاقي اليوزر اكسبيرينس نفسها بقت احسن. فالفكره الاساسيه من الموضوع ان احنا مش محتاجين الداتا دي كلها، هنقسم الداتا دي لحاجات صغيره ونجيب بس اللي احنا محتاجينه. وبالتالي كل السايكل او كل الاجزاء بتاعتنا من اول الباك اند النتورك للفرونت اند هتبقى احسن، وبالتالي بتقدر تتعامل مع الموضوع بشكل ابسط. طيب عامه باجينيشن ليه اشكال كتيره، فيعني من ناحيه فرونت اند انت ممكن تشوف اشكال كتيره للموضوع. ممكن تشوف ناس تعمل باجينيشن هي بيجز، انت عندك نيكست تو بريفيوس، وعندك في النص هنا البيجز بتاعتك. ممكن تشوف نيكست تو بريفيوس بس. ممكن تشوف حاجات زي السوشيال ميديا، انت عندك انفينيت سكرول، ما بتشوفش اصلا انت الباجينيشن كومبوننت. انت كل ما بتعمل سكرول شويه، كل ما بتعدي بوسس معينه، بتلاقي نفسك السيرفر او الويب سايت او الويب اب بتاعك بيبدا يجيب ليست جديده من الايتمز. ممكن تلاقي ويب سايتس تانية عنده لود مور، هو اليوزر نفسه محتاج يعمل اكشن او بيعمل تريجر للنكست عشان يجيب الليسته الجايه. وفي طبعا اشكال كتيره مختلفه
مش كلها موجوده هنا، ولكن الفكره الاساسيه ان الفرونت اند محتاج يقسم الداتا دي، او محتاج يقول لليوزر انا جبت جزء من الداتا، ولو محتاج جزء جديد اعمل اكشن معين. في الحاله اللي في النص اليوزر بيعمل سكرول، في الحالات الشمال واليمين اليوزر بشكل اكسبليسيت وبشكل واضح هو بيطلب ان هو يشوف النكست بيج او يشوف البيج البريفيوس، وبالتالي هو اللي بيتحكم في الداتا بتاعته يشوفها عامله ازاي. ففي اشكال كتيره لفكره الباجينيشن من ناحيه اليو اي. الجزء التاني اللي محتاجين نتكلم عنه هو الباجينيشن تكنيكس بقى نفسها. هو في اختلافات، يعني هي مش في الاخر انا بقسمهم لداتا صغيره وابدا اجيب داتا دي صغيره وخلاص. هنا بقى تيجي الجزء بتاع التكنيكس. فباجينيشن عاده ليه تو كاتيجوريز كبار في موضوع التايبس بتاعته او انواعه. اول حاجه اسمها اوفست بيزد باجينيشن، والحاجه التانيه اسمها كيرسر بيزد باجينيشن. هيبقى نتكلم عن كل واحد بالتفصيل، ولكن دول الاسمين الكبار او التو تكنيكس الكبار اللي انت لو بتحاول تعمل باجينيشن هتحاول تفكر هو ايه ميزه وعيب كل واحد فيهم، ايه الريكوايرمنتس بتاعتي، ايه حجم الداتا اللي بحاول اعرضها، ايه طبيعه الابلكيشن او طبيعه البيج او طبيعه اليوز كيس اللي انا بحاول اشتغل عليه، وبالتالي بناء عليه هبدا اختار كيرسر بيزد ولا اوفست بيزد. طيب تعالى نبدا باول حاجه معانا وهو الاوفست بيزد باجينيشن. اوفست بيزد باجينيشن عامه ليه تو تايبس اساسيين، تعالى نشوفهم واحده واحده. الاول بتاعنا اسمه اوفست بيزد هو جاي من اسمه. فاوفست بيزد هنا جاي من السكيب. فانت ببساطه لما انت بتقول كلمه اوفست بتقول ان انا هسكيب العدد المعين ده من الايتمز. فبالتالي مثلا لو بنتكلم على الاكزامبل بتاعنا ده، انا عندي هنا بوس، فانا لو بعت او بستخدم اوفست بيزد باجينيشن هقول والله بص انا عايز سلاش بوس ده اسم الاند بوينت، وهبعت تو بارامترز معينين للباك اند. اول واحد فيهم اسمه اوفست، وتعالى نفترض ان الاوفست ده، او مش هنفترض، تعالى نقول ان الاوفست ده هو ايكوال تو سكيب. فلما انا اقول اوفست ايكوال 3 لما انا اقول له سكيب اول 3 ايتمز، وبعد كده استخدم الليميت وهات لي 3 ايتمز ثانيين. فببساطه ترجمه اللاين ده ان بص على البوسس، انا عايز الريزلتس بتاعت البوس، سكيب اول 3 وبعد كده رجع لي 3، رجع لي سايز معين ايكوال 3. فلو انت عندك مثلا البوسس بتاعتك متقسمين كده، بوست رقم 0 رقم 1 2 3 4 5، وبالتالي لما انا ريكوست منك واقول لك والله انا عايز اوفست 3 ليميت 3، فبالتالي انت هتسكيب اول 3، فتسكيب 0 و1 و2، وتبدا ترجع لي 3 من بعد كده، فترجع 3 و4 و5. فده البيزك ديفينيشن لفكره اوفست بيزد باجينيشن. وبالتالي ممكن تطلب اكسبليسيت باك اند، او في طريقه من الطرق انك تقول له سكيب عدد معين وهات لي بعد كده ليميت. الناس عامه بتغير المسميات دي، فانت ممكن تلاقي حد في الاند بوينت بدل ما بيستخدم كلمه اوفست بيستخدم كلمه سكيب، بدل ما بيستخدم كلمه ليميت بيستخدم كلمه سايز. عامه هي كونفنشن وبتختلف، ولكن الهدف الاساسي تعرفه ان انا بسكيب عدد معين او بقى بعدي عدد معين، وبعد كده بجيب بسايز معين انا طالبه. الحاجه التانيه وهي البيج بيزد باجينيشن، وهي برضو شغاله بنفس الطريقه بتاعت الاوفست بيز، وهنعرف ايه الاختلافات بينهم. ولكن في الاخر هو بيقول لك بدل ما انا اقول له سكيب عدد معين، طب ما تيجي نقسم الداتا دي لجروبس. مش انا قلت ان على سبيل المثال السايز بتاعي 3، تيجي نقول ان اول 3 دول اسمهم بيج 1، تاني 3 اسمهم بيج 2، رابع 3 اسمهم بيج 3، وهكذا. فانت عمال في الاخر تقسم الداتا بتاعتك انتو بيجز، وبالتالي بدل ما انت بتطلب بالاوفست انت بتطلب البيج على طول. في الاخر هنبص نلاقي ان هي نفس التحويله، وهي نفس الداتا اللي هتيجي، هو بس المسمى مختلف. فده بيحاول يماب اكتر لفكره البيجز اللي اليوزر كان بيشوفها اللي شفناها في السكرين اللي فاتت. هو بيدوس على بيج 1 بيج 2 بيج 3 وهكذا. فلو حاولنا نقارن او نقلب الكلام ده اللي لسه كنا بنتكلم عليه، فاول 3 دول معانا اسمهم بيج 1، تاني 3 معانا هم بيج 2، وبالتالي لما انا اقول بيج ايكوال 2، ففي الاخر انا عايز اجيب البيج الثانيه والسايز ايكوال 3، فده معناه ان هو بيقسم الداتا كلها على بعضها انتو بيجز، كل بيج سايز بتاعها 3. فانت بتبدا بالسايز تقول والله انا هقسم كل الداتا اللي عندي لبيجات، كل بيج منهم 3 ايتمز، وهات لي الايتم الثاني منهم وهات لي البيج الثاني منهم، وبالتالي هيرجع لك برضو 3 4 و5. الجميل في الموضوع ان اندر ذا هود الاثنين شغالين بنفس الطريقه. فاصلا لو احنا بنتكلم على تحويله بين البيج بيزد وبين الاوفست بيزد، هما نفس الحاجه. الاوفست ايكوال البيج ماينس 1 في السايز، وبالتالي حاولنا مثلا نشوف في الاكزامبل بتاعنا هنا بيج رقم 2، ف2 ناقص 1 بواحد في 3 ايكوال 3. فانت بالظبط كانك جبت اوفست ايكوال 3 هو بالظبط بيج ايكوال 2، والسايز طبعا ثابت. فالتحويله بين الاثنين واحده في الاخر. وفي الاخر الهدف منهم ان انت تسهل على المستخدم اللي هو الكلاينت سايد او الفرونت اند ينادي بيجز او ينادي اوفست، ولكن في الاخر تحويلتهم الاثنين هي نفس التحويله او نفس التعامل بالظبط. طيب تعالوا نشوف مع بعض ترجمه الكلام ده ازاي بقى انتوا الكويريز نفسها. احنا طبعا بنتكلم على فرونت ديزاين، ولكن مهم نفهم
الحاجات دي بتترجم ازاي من ناحيه باك اند، عشان بعد كده نفهم هو احنا بناء على ايه بنختار ده او بنختار ده، او ايه مميزات الاوفست بيزد وايه مميزات الكيرسر بيزد. فلو جينا بصينا على السيكوال كويريز بتاعت حاجه زي اول بيج، فهو حاجه بسيطه جدا. فاقول له مثلا سيلكت اول فروم بوس، فكاني بجيب كل حاجه من البوس، وبقول له ليميت 3 واوفست 3 واوفست 0. وبالتالي هو كأن ترجمنا بالظبط الكويري بارامترز اللي جت من ناحيه الفرونت اند للسيكوال كويري على طول. وبالتالي من مميزات عامه الاوفست بيج باجينيشن ان هي سهله في الامبلمنتيشن، انت مش محتاج تفكر الكلام ده بيماب لايه، بيماب لي جاست ستارت من اوفست 0 ليميت ل 3 هات لي اول بيج. والناحيه التانيه، طب انا لو عايز الاوفست التاني ففي الاخر، او البيج التانيه او السكشنز التانيه او الاريا التانيه، اقول له خلاص اوفست ايكوال 3 اسكيب اول 3 كده هات لي ليميت ايكوال 3 وهكذا. فتلاقي ان الموضوع بقى بسيط جدا، عشان في الاخر هو ترجمته ترجمه حرفيه بين اللي بيجي من فرونت اند الباك اند للسيكوال كويريز بتاعته. وده عامة هيترجم معانا ليه مميزاته. فلو جينا بصينا على مميزات الاوفست بيزد، اول حاجة ان اليوزر عامة يقدر يجامب دايركتلي ليه سبيسيفيك بيجز. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا قلنا لو رجعنا لورا قلنا ان البيج انا اقدر اقول انا عايز بيج رقم 2، عايز بيج رقم 5، عايز بيج رقم 1000. لان في الاخر تحويلة البيج تقدر تترجم الاوفست، والاوفست هو جاست الكوي، وبالتالي اقدر اجيب او اقدر اجامب السبيسيفيك بيج اللي انا عارف اقسمهم لبيجز، وبالتالي قادر اعتمد على البيج او الاوفست عشان اقدر اعمل الجامب دي. هنتكلم قدام على كيرسر بيز ونشوف هل بيعرف يعمل ده ولا لا، ولكن في الاخر هو دي واحده من المميزات الكبيره للاوفست بيز. الحاجه التانيه معانا وهو ان انا اقدر اشوف التوتال نمبر اوف بيجز، لان في الاخر انا اقدر اقول للراجل والله بص الداتا اللي عندك دي تترجم ليه 10 بيجز، فانت تقدر تجامب من بيج 1 لبيج 10 براحتك. بالتالي انت تعرف تعمل اللي انت عايزه لانك عارف التوتال نمبر اوف بيجز، وبالتالي انت مقسمهم انتو بيجز او انتو جروبس، وبالتالي تقدر تشوف التفاصيل بتاعتهم كلها عامله ازاي او عدد البيجز عامل ازاي. حاجه تالته معانا وهو سهل جدا تعملها امبلمنتيشن من ناحيه الباك اند، وبالتالي تحويله الاوفست بيزد او البيج بيزد سواء كان الاثنين زي بعض سهله جدا، ان هي بتترجم ترجمه حرفيه بين اللي الفرونت اند بيبعته ككويري بارامترز في الاند بوينت انتوا بالظبط السيكوال كويري اللي الراجل بيكتبها عشان يرجع الداتا دي. وبالتالي واحده من ضمن المميزات الكبيره للاوفست بيزد ان احنا سهل نعمل له امبلمنتيشن. طيب مع كل حاجه عامه بتلاقيها سهله كده دايما تعرف ان فيها مشكله، في مشكله مستخبيه. فالاوفست بيزد على قد ما هو سهل في الامبلمنتيشن وسهل في التفكير فيه، انت خلاص بتماب بيجز وعايز اروح للبيج التانية او البيج العشرة، ولكن بيجي معاه شويه مشاكل كبيره لسبيسيفيك يوز كيسز او سبيسيفيك ريكويرمنتس جوه الابلكيشن بتاعك. فاول واحده معانا وهو inaccurate بيج ريزلتس. ممكن الداتا اللي ترجع من الاوفست بيزد تبقى داتا inaccurate سواء بقى بالاديشن او بالديليشن، سواء داتا جايه زياده او داتا جايه ناقصه. تعالوا نفهم ده مع بعض مثال. تعالوا نفترض ان احنا عندنا هنا فيسبوك، فاحنا عندنا ليست من البوستس بتاعتنا. فانا خلينا انا مستخدم عندي اوفست بيزد، فهبدا اجيب اول بيج. الراجل لسه فاتح البيج اول مره، لسه فاتح الداشبورد، عمل ريفرش دخل عندنا على فيسبوك، واحنا بنجيب البوستس 10 10. وبالتالي انا بجيب اول تشانك او اول جروب او اول بيج، فاقول له والله انا هبدا من اوفست زيرو، انا مش عايز اسكيب اي حاجه، هات لي اجدد حاجه عندك. وبالتالي هات لي اول 10 او هات لي ستارتنج من اوفست زيرو، وليميت الكلام ده ل 10 ايتمز. فيبدا يرجع لي فعلا ايتم رقم 1 2 3 4 لغايه ايتم 10. لغايه دلوقتي الدنيا تمام، لغايه دلوقتي الدنيا جميله، لغايه ما تبدا تظهر المشكله ان الداتا دي بتتغير بسرعه. قبل ما اليوزر ممكن يكون عمل سكرول عشان يجيب اخر العشرة، وبالتالي ابدا اجيب الليسته التانية او العشرة ايتمز التانيين، هتلاقي ان حصل اديشن، حصل بوست اتضاف زياده، حصل ديليشن في بوست اتمسح من السيستم. وبالتالي الليسته بتاعت البوست اللي الراجل ممكن يكون يشوفها حصل فيها تغيير، في دايناميك تشينج حصل، سواء الدايناميك تشينج ده كان دايناميك تشينج بالاديشن او دايناميك تشينج بالديليشن. تعالوا نبص على المثال بتاعنا ده ونفترض ان احنا حصل ان في حد من الفريندز بتاع الراجل ده كتب بوست جديد، وبالتالي اكسبكتد ان في التايم لاين او في الفيد بتاع اليوزر اللي هو مثلا حمدان في بوست جديد ظهر. تعال نفترض ان حمدان مجرد ما يعمل سكرول عند اخر العشرة دول هيبدا يعمل ايه؟ يبدا يقول له والله يلا بينا، انا اخر اوفست كنت جايبه كان صفر، او البيج اللي انا جبتها كان بيج نمبر 1، انا عايز اجيب بيج رقم 2 وعايز اجيب الشانك الثانيه. فيبدا يعمل ايه بشكل بديهي؟ انا جبت 10 ايتمز، تعالى نسكيب 10 وبعد كده هات لي 10 ايتمز تانيين. خلاص انا جبت اول 10 ايتمز، انا هجيب عايز ال 10 ايتمز التانيين. تظهر المشكله معانا هنا ان ال 10 ايتمز التانيين دلوقتي بقوا 10 و11 و12 و13 و14. ايه ده؟ هو ليه 10 متكرر هنا؟ عشان في بوست اوريدي اتضاف فوق دايناميك بوست، وبالتالي
غير الترتيب بتاع الايتمز، وبالتالي لما انت تيجي ترجع هتلاحظ ان بوست رقم 10 شفناه قبل كده. انا كشخص بقلب في النيوز فيد بتاعتي انا شفت بوست رقم 10 قبل كده. فممكن تلاقي مشكله ان الراجل شاف بوست مثلا من ايا كان من صفحه ليفربول، نزل تحت شويه لقى نفس البوست متكرر تاني. فدي مشكله ممكن تقابلك لو انت عندك الابلكيشن بتاعك او السيستم او السكشن بتاعتك انت بتعرض فيها الداتا بالاوفست بيز دايناميك او بتتغير بشكل سريع جدا. فدي مشكله من المشاكل الكبيره بتاعه الاوفست بيزد باجينيشن. فمشكله اساسيه زي ما كنا بنقول، لو الداتا بتتغير بشكل فريكوينت سواء بالاديشن او بالديليشن، هتلاقي ان البيجز بتاعتك ممكن تتاثر، سواء بقى ان انت يبقى في عندك ايتمز زياده، او في ايتمز كانت عندك وبعد كده ما بقتش موجوده. عامة الناس تحاول تحل ده بكذا طريقة لو انت مضطر تستخدم اوفست بيزد. ان انت خلاص تعالى نخلي الفرونت اند هو يبقى سمارت كفاية، يبقى ذكي كفاية ان هو يبقى عنده ليست من الايتمز، وبالتالي يقدر لما يجيب ليست جديدة يقول والله ال10 دي اوريدي موجودة عندي، البوست رقم 10 او الاي دي بتاعه رقم 10 عندي قبل كده فانا هسكيب. طب ايه المشكلة؟ انت المشكلة لو الداتا بتتغير بسرعة، فانت جبت اول 10 بعد كده في 10 بوسس كاملين اتجابوا، او انت جبت 10 بوسس تانيين، وبالتالي كل 10 التانيين انت جبتهم بقوا انفاليد، فهو داتا اصلا شفتها قبل كده. وبالتالي هتلاقي نفسك ان جبت ريكوست فعلا 10 فاليد، جبت ريكوست تاني ال10 ما بقوش فاليد، وبعد كده اضطريت تعمل ريكوست تالت عشان تجيب ال10 ايتمز تانيين. فهنا بتلاقي ان الفرونت اند محتاج يعمل لوجيك كتير قوي عشان يبدا يهندل هو الدوبليكيشن ودي دوبليكيشن بتاع الداتا. هو ايه الداتا اللي جت عندي، ايه الداتا اللي محتاج امسحها، طب انا كده محتاج اعمل ريكوست زياده علشان اجيب الحاجات اللي كانت ناقصاني، وهكذا. فبتلاقي ان الموضوع بقى كومبلكس جدا لو الداتا بتاعتك بقى دايناميك. طيب المشكله التانيه معانا وهو ان البيج سايز ما ينفعش يتغير وانت بتعمل الريكوست في الاوفست بيست. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تعالى نفترض ان احنا عندنا السايز بتاعت البيج بتاعتي هو 5 ايتمز، وبالتالي انا اول ريكوست جبته قلت انا عايز اجيب بيج رقم 1، وبالتالي انا قررت ان انا اجيب ايتمز من 1 ل5. خلاص انا هبدا بسكيب زيرو، فانا مش هجيب اي ايتم قبل كده او مش هسكيب حاجه، وابدا اجيب اول 5 ايتمز افترض ان هم بادئين من 1، فهجيب 1 و2 و3 و4 و5. ده تمام. تيجي تجيب البيج التانية، لو انت مثبت السايز هتلاقي الدنيا تمام، خلاص انت عملت سكيب لاول 5، وبعد كده تجيب 6 و7 و8 9 لغايه 10. تعال نفترض ان انا لا، انا قلت ان انا مش في الريكوست تاني مش عايز 5 ايتمز، انا عايز 7. مشكله ايه؟ مشكله انت لو حاولت تغير السايز بتاع البيج وانت بتعمل سيكونس من الريكوستات، لو بدات السايز بتاعك خلاص الدنيا تمام معاك مثبت السايز. بس لو حاولت تغير السايز دايناميك وانت في النص هتلاقي ان حصل المشكله بتاعتك دي. لو انت افترض ان بيج رقم 2 بدل ما هي بتجيب 5 ايتمز بتجيب 7 ايتمز، هتلاقي نفسك عملت سكيب لاول 7 وكده جبت 8 و9 و10 لغايه 14. طب ايه المشكله هنا؟ المشكله ان انت اخر داتا جايبها داتا رقم 5 او اي دي رقم 5، وبالتالي بعد كده انت عندك مشكله ان الاي ديز بتاعت 6 واي دي بتاعت 7 ما رجعوش. هو انت جبت اول من 1 ل5 وبعد كده رحت جبت تانيين من 8 ل14، فانت في داتا عندك في النص حصل لها دروب نتيجه ان انت غيرت السايز بتاع الايتمز بتاعتك. ودي مشكله تانية من مشاكل الاوفست بيست. طيب المشكله الثالثه معانا وهي من المشاكل الكبيره في الاوفست بيزد هو البرفورمانس بتاع الاوفست بيزد. الاوفست بيزد البرفورمانس بتاعه بيتاثر، بيبقى ابطا بكتير طبعا كل ما عدد البيجز بيزيد او كل ما انت بتحاول تنافيجيت لبيجز اكبر. فكره اساسيه في الاوفست بيزد ان هو بيحاول يعمل سكان لكل الايتمز اللي انت لكل الايتمز لغايه ما انت هتقف. فانت مثلا لو انت عايز تجيب الايتم رقم 50,000، هو محتاج يعمل سكان، ومثلا السايز بتاعك كان 10 او خلينا نقول 1000، فهو محتاج يعمل سكان اول 1000 تاني 1000 تالت 1000. فهو بيحتاج يعمل زي سلايدنج ويندو، هو محتاج يبروسس كل الايتمز قبل الاندكس انت واقف فيه. فانا بتكلم ان احنا عندنا 50,000 بوست وبستخدم في الموضوع ده الاوفست بيزد، فعلشان اقدر اجيب ده انا محتاج اريد اول 50,000 بوست عشان اعرف اجيب من اول 50,000 واحد لغايه 50,010. فبالتالي انت محتاج تقرا كل حاجه، وبالتالي كل ما الداتا بتكبر كل ما انت بتحاول تسكان بيجز اكبر بتلاقي البرفورمانس عمال يتاثر والبرفورمانس بيبقى ابطا في الاوفست بيزد باجينيشن. طيب ده كان اول حاجه معانا وهو الاوفست بيزد باجينيشن. تاني حاجه معانا وهو الكيرسر بيزد باجينيشن، وهو برضو من اسمه هو كيرسر يعني بوينتر، وبالتالي بيشاور على حاجه معينه. فكره اساسيه في الكيرسر بيزد ان هو بيقول لك طب احنا ليه نبدا نقول سكيب سكيب سكيب؟ فانا كل شويه بقول والله تعالى نسكيب اول 10، تعالى نسكيب تاني 10، تعالى نسكيب تالت 10. فانا بعتمد هنا على سكيب. طب انا ليه ما اقولش ان والله هو ده اخر ايتم انا شفته، اخر ايتم ده هعرفه بعد كده ازاي، تعالى هنقول كمان شويه، بس اخر تعالى
اقول والله انا اخر بوست شفته كان بتاع ليفربول اللي هو بتاع اخر ماتش، وبالتالي انا هبدا اجيب الايتمز او البوستس اللي بعد البوست ده. فالفكره الاساسيه فيه ان احنا بدل ما نعتمد على سكيبنج، تعالى نعتمد على ايدنتيفاير، تعالى نعتمد على يونيك اي دي لاخر بوست او اخر element احنا شفناه. وبالتالي انا بعد، بدل بقى بضطر ان انا اقول سكيب على الايتمز معين، انا بقول له ستارتنج من الاي بوست ده اخر حاجه انا شفتها، هات لي عدد معين من الايتمز بعد البوست ده. فالفكره المختلفه فيه ان هو معتمد على ايدنتيفاير وبوينتر او كيرسر باصص على اخر ايتم انا شفته. فدي الفكره العامه من الكيرسر بيست. فلو جينا بصينا على المثال عندنا نفس الكلام، عندنا هنا ليست من البوست، عندنا لكل بوست اي دي، كرييتور، كونتنت، وهكذا. فانا اول حاجه محتاج اعملها، محتاج اختار الايدنتيفاير. الايدنتيفاير لازم يبقى يونيك لان هو من اسمه ايدنتيفاير. فمثلا الايدنتيفاير عندنا هنا هو البوست اي دي، لان ممكن الكرييتور ينشر كذا بوست عادي جدا. عندنا مثلا اول بوست كاتباه جميله، تاني بوست كاتبه عبد الله، تالت بوست كاتبه احمد، رابع بوست كاتبه حمدان. في الاخر البوست كرييتور ممكن يتكرر ان انا شخص ممكن يكتب كذا بوست. فتعالى نتفق ان احنا اتفقنا هنا ان البوست اي دي هو الايدنتيفاير بتاعنا، هو الكيرسر بتاعنا. فاول حاجه نعملها هنختار خلاص الكولوم بتاع البوست اي دي ده، ونبدا ناخد البوست اي دي بوست اي دي ونعمل له هاشنج طبعا فور سكيورتي، عشان في الاخر ما بقاش بعمل اكسبوزنج للاي ديز في الداتابيز. فبنعمل هاشنج للكيرسر بتاعنا، ونقول خلاص كل اي دي من الاي ديز بتاعتي بقت مكافاه او مقابل ليها هاش فاليو، وده بيعبر عن الايدنتيفاير اللي انا هبدا اشيره مع فرونت اند لاخر مكان هو شافه او اخر اي دي هو شافه، وبعد كده يبدا يعتمد على الاي دي ده عشان يجيب الايتمز بعد كده. فمثلا لو انا بجيب بوست، فانا اول بوست شفته اللي هو A1، بعد كده لما يرجع لي البوست ده هقول والله أنا اخر بوست شفته كان A1، ستارت من بعده وهات لي ايتم واحد، فيرجع لي الايتم اللي هو رقم 2 اللي كاتبه عبد الله، اللي هو الكيرسر بتاعه F6، يرجع لي F6 ده، اقول والله خلاص انا اخر بوست شفته هو F6، هات لي ايتم تاني بعده يرجع لي 7B، وهكذا. فالسايكل بتقعد تكرر ان انا معتمد على ايدنتيفاير او معتمد على اي دي او معتمد على كيرسر، هو ده اخر حاجه انا شفتها. فلو جينا نشوف مع بعض السايكل اللي لسه قايلين عليها دي بالظبط، هنقول ان والله هو اول ريكوست عندي انا بعت حاجتين، بعت سايز طبعا زي ما كنا بنتكلم برضو في الاوفست بيزد هو الليميت، وبعت نيكست كيرسر. ده يعتبر الاي دي بتاع اخر ايتم انا شفته. اول حاجه كاول راوند انا ما شفتش اي حاجه لسه ما شفتش ولا بوست، وبالتالي هبعت النكست كيرسر ايكوال نل، اقول له والله انا عايز ده البيلود بتاعي وانا عايز الريسبونس. هرجع لي الريسبونس حاجتين، هيرجع لي طبعا الفيجينيشن ديتيلز عشان يقول لي مين النكست كيرسر اللي انا هبص عليه، ويرجع لي الريسبونس بتاعه البوستس نفسها او الديتيلز بتاعته. الفكره هنا ان انا النكست كيرسر بتاعي كان ايكوال دي اكس خلص، فبالتالي لما اجي ريكوست تاني انا مش محتاج اقول له والله سكيب اول 10، محتاج اقول له ستارت من الايكوال دي اكس دوت او الايتم اللي كان الهاش بتاعه ايكوال دي اكس، وبعد كده هات لي 10 ايتمز تاني. فيجي يقرر سكند راوند او سكند بيلود، والله هبعت له برده السايز ب 10، واقول له انا اخر بص شايفه او النكست كيرسر بتاعي هو الدي اكس ان ده، وبالتالي من بعد كده ابعت لباك اند يبدا يرجع لي ستارتنج من الايتم ده 10 ايتمز تانيين، وبعد كده يبدا يديني نكست كيرسر تاني والسايكل تقعد تتكرر. في الاخر انا معتمد على اخر حاجه انا شفتها، وبالتالي من بعدها هبدا اكرر او ابدا اجيب ال 10 ايتمز تانيين. طيب عامة برضو الكيرسر بيزد ايه الترانزيشن بتاعته للكويري او السيكوال كويري بتاعته بيعتمد اكتر ان هو عملت موضوع الهاشنج ده، ولكن بشكل مبسط جدا ممكن نقول ان هو برضو سيكوال كويري، بس بدل ما هو بيقول له السيكوال كويري دي مثلا هات لي اجنور الاوفست دوت وهات لي بالليميت الفلاني، بيقول والله انا عايزه يكون الاي دي بتاعه اكبر من الكيرسر ده او اكبر من الاي دي اللي انا بعته. طبعا ده شكل سمبليفايد جدا، الموضوع ممكن يكون فيه تعقيدات كتيره جدا، ولكن ده شكل مبسط عشان اتخيل ان هو انا مش باجنور عدد معين، انا بستارت من الايتمز اللي بعد الايتم ده. فدي الفكره العامه. طيب تعال نشوف مع بعض ايه مميزات عامه برضو الكيرسر بيزد. الكيرسر بيزد فيه كذا ميزه اساسيين. هو اول حاجه ان هو برفورمانس حلو جدا، سريع جدا، سبيشالي لو انت بتتعامل مع داتابيز او حجم داتا كبير. فهو مش بيجرو بشكل لينير مع حجم داتابيز زي ما كنا بنتكلم على الاوفست بيزد. هو لا، هو سهل جدا تستارت منه او سهل تعتمد عليه لو انت عندك حجم داتا كبير، لان هو مش بيسكان كل الايتمز قبل الايتم اللي انا عايز اجيبه، هو بيجامب على طول يوزنج الهاش او يوزنج الكيرسر اللي معانا ده عشان يبدا يجيب الايتمز. فدي اول ميزه اساسيه للكيرسر بيست. الحاجه التانيه ان هو ما عندوش مشكله الان اكيوريت بيجز. فسواء انت عندك الداتا بتاعتك دايناميك جدا سواء كانت اديشن او ديليشن، هو في الاخر انت عمرك ما هتقابل المشكله دي، لان انت دايما بتستارت من مكان او اخر حاجه انت شفتها، وبالتالي لو حصل ديليشن في النص
انا مش مهتم، انا شفت اخر حاجه دي انا شفتها. طبعا في فول باك ميكانيزمز، لو اخر كيرسر معايا دوت اتمسح، لو اخر بوست انا شفته وخلاص اتمسح، طبعا في فول باك ميكانيزم. ولكن بالايديال كيس او الكيس الطبيعيه، في الاخر انا عندي ايتم او عندي اليمنت معين او اي دي معين انا اخر حاجه شفتها، وبالتالي بكمل من بعده. وبالتالي لو في داتا اتمسحت او داتا اتضافت، انا خلاص مش مهتم بيها، لان انا مش بسكيب عدد الايتمز، انا بستارت من الكيرسر اللي انا بدات منه. وبالتالي هتلاقي ان الموضوع بتاع الكيرسر بيزد مناسب جدا جدا لو انت عندك داتا دايناميك، داتا بتتغير كتير، داتا بيحصل فيها اديشن وديليشنز بشكل كبير. كيرسر بيزد واحد من ضمن السوليوشنز المهمه اللي هتبقى بتساعدك في الموضوع ده. طيب تعالوا نبص مع بعض على عيوب الكيرسر بيزد. مفيش حاجه ليها مميزات بس. واول عيب من الكيرسر بيز ان هو ما يقدرش يعمل جامب ليه سبيسيفيك بيج، وهي كانت اصلا ميزه الاوفست بيز. ففي الاوفست بيز قلنا نقدر نعمل جامب من بيج رقم 1 لبيج رقم 10 او بيج رقم 9. فبالتالي انا مقسم الداتا بتاعتي كلها انتو بيجز، وبالتالي بقدر اسكيب او جامب ليه بيج معين. الكيرسر بيز مش كده، الكيرسر بيز بيزك جدا يا باشا. شوف انت اخر مكان شفته كان ايه، او ايه اخر ايتم انت شفته، ومن بعده قول لي انت عايز اجيب كام ايتم. وبالتالي حتى في تغيير السايز هو ديناميك جدا، انا مش فارقه معايا انت مقسم داتا انتو بيجز او انتو السايز. لو اتغير مثلا زي في الاكزامبل بتاعنا من 5 ل 7، انا مش هتاثر، لان انا بجيب اخر اليمنت انا شفته، وبجيب العدد المعين من الاليمنتس ده بعد ما انت اخترت. الحاجه التانيه وهو شويه اصعب في الامبلمنتيشن، انت محتاج تدور على ايدنتيفاير عندك، وعلى كل ايدنتيفاير ده تبدا تعمل له هاشنج وتبدا تتعامل بالهاش ده. هو سلايتلي طبعا الناس على الباك اند هيبقوا احسن في الديتيلز بتاع الكلام ده، ولكن في الاخر هو مور كومبلكس اكتر عن ان انت تمبلمنت الاوفست بيزد. اوفست بيزد جاست مابنج للداتا اللي عندك. طيب لو جينا حاولنا نلخص التفاصيل بتاعه الاوفست بيزد والكيرسر بيزد الاساسيه، هلاحظ ان الاوفست بيزد كويس جدا لو انت عندك داتا بتاعتك شويه ستاتيك ما بتتغيرش، عشان ما تعانيش المشكله بتاعت الاديشن والديليشن. وكمان لو الداتا بتاعتك حجمها صغير، علشان هو البرفورمانس بتاعه بيتاثر قوي في حجم الداتا، وكل ما الداتا حجمها بيكبر كل ما بتحاول تجامب ليه بيجز اكبر، كل ما بتلاقي البرفورمانس بتاعه بقى اوحش. الناحيه التانيه الكيرسر بيزد افيشنت جدا لو انت عندك الداتا بتاعتك كبيره، ولو الداتا عندك دايناميك بتتغير بسرعه، لان هو ما بيعانيش من المشاكل اللي احنا قلنا عليها في الاوفست بيزد. الحاجه التانيه ان performance طبعا زي ما قلنا في الخطوه الاولانيه ان هو بيتاثر وبيبقى ابطا بكتير كل ما البيجز بتزيد. الناحيه التانيه البرفورمانس زي ما هو بالظبط، لان انا مش مقسم الحاجات لبيجز، مش محتاج اسكان كل الايتمز اللي قبلي. الحاجه التالته وهو مناسب قوي الاوفست بيز لو انت الاب معتمد على ان اليوزر محتاج يجامب بين بيجز معينه. فلو الفانكشن بتاعتك معتمده قوي ان انت محتاج تقسم الموضوع لبيجز، طبعا الكيرسر بيز تعرف تعمل ده بصعوبه شويه، مش هنخش في تفاصيلها، ولكن اوفست بيز ده هيبقى الحل الامثل بالنسبه لك انك تعرف تقسم الحاجات لبيجز. الناحيه التانيه الكيرسر بيز عاده بيستخدم لو انت مش محتاج بيجز، سواء بقى في حاجات زي السوشيال ميديا، حاجات زي الانفينايت سكرول، حاجات زي اللود مور، وهكذا. وبالتالي مفيد قوي لو انت مش محتاج بيجز. الحاجه اللي بعد كده ان الايتمز عامه ممكن يحصل فيها زي ما قلنا في المشكله الاولانيه، ان الداتا لو دايناميك ممكن تلاقي ايتمز حصل لها سكيب، او ايتمز حصل لها دوبليكيشن، بسبب ان الدايناميك داتا بتاثر، لان انا بعمل سكيب او بعمل اوفست بيز باجينيشن، فبالتالي بسكيب عدد ايتمز، فممكن السكيبنج ده يطير ايتمز او يزود ايتمز معايا. الناحيه التانيه الداتا بتاعت الريزلتس اللي اتراجع من الكيرسر بيزد فيري ستيبل، ما بتاثرش خالص، لان انت معتمد بشكل اساسي على اخر مكان انت شفته، وبعد كده بتجيب عدد معين من الايتم بتاعته. فزي ما كنا بنقول في كل حاجه، الموضوع ديبنس جدا على هو انت عايز ايه. فاختيارك بين الكيرسر بيزد والاوفست بيزد مفيش حد فيهم، طبعا الكيرسر بيزد ليه مميزات معينه في ابلكيشنز معينه، الاوفست بيزد بيديك بيجز وشويه حاجات تانية. وبالتالي القرار هنا برضو زي كل مره بنتكلم فيها ان التوتال ديبنس. الديبنس على ايه؟ الديبنس على الريكويرمنتس بتاعتك، الديبنس على الداتا بتاعتك اللي انت بتحاول تعرضها، ديبنس على اليوز كيس بتاعتك، ديبنس على كمان عوامل يو اكس. انت عايز اليوزر بتاعك يبقى عايش في الاب، فتلاقي دايما على قد ما ممكن السوشيال ميديا داتا فيها حاجه دايناميك، بس حتى مش هتقدر تعرض بيجز، لان هي في الاخر عايزه اليوزر يتسحل مع فكره ان هو عمال يعمل سكرولنج وهكذا. فبالتالي في عوامل كتيره في اختيار الكيرسر بيزد والاوفست بيزد، ولكن المهم برضو انك تبقى عارف الفروقات بينهم، عشان لو انت سواء في الانترفيو بتتسال على فروقات بينهم، او عندك ابلكيشن او يوز كيس معينه وانت اللي بتاخد الديسيشن في فكره انا اعملها كيرسر بيزد ولا اوفست بيزد، تبقى عارف اليوز كيس بتاعت كل واحده فيهم، وتعملها برضو تبقى فاهم في التفاصيل من ناحيه باك اند ومن ناحيه ديزاين، هو ايه مميزات وعيوب كل واحد من الاثنين. بس كده، ده كان كل حاجه النهارده. اشوفكم على خير المره الجايه. سلام عليكم.